ازيكم عاملين ايه؟ بعد الفيديو ده هتبقي صنايعية في عمل فطير مشلتت بشوية مية ودقيق وملح وشوية سكر. تعملي أحلى فطير شرقي جميل جدا طعمه روعة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تعالى أقول لكم بقى هنعمله ازاي. أول حاجة هنجيب نص كيلو من الدقيق. الدقيق هنا متعدد الاستعمالات. حطيت عليه معلقة إلا ربع من الملح. المعلقة دي كبيرة شوية، فأنا في المعلقة التانية اللي هي الصغيرة بتاعت الشاي معلقة إلا ربع من الملح ونص معلقة من السكر. ده مظبوط جدا. هنقلب كده المكونات الجافة دي مع بعض. زي ما قلت لك بعد الفيديو ده هتبقي أستاذة فيه. مش هتضطري إن انت تشتريه من بره خالص ولا أولادك ياكلوه من بره خالص. هنجيب هنا كوباية من المية. أنا التوتال كله بتاع المية هاخد كوبايتين من المية، بس أنا بحب أنزل شوية شوية بالمية علشان لو ما عنديش دقيق ما يبقاش زايد عن الحد يعني. هنلم كده بشوية المية اللي أنا حطيتهم الأول بالكوباية بتاعتي، وهنزل شوية بشوية كده لحد ما أشوف هياخد قد إيه. بس بالتقريب كده أخد المجين دول مليانين كده مية. هنعجن كده ونشوف أهو. بنزل شوية بشوية علشان بخاف إن يكون كمية المية تكون أكتر من الدقيق، بس الحمد لله كده كوبايتين المية جو مظبوطين كده. أهو ده المج اللي أنا بستخدمه لكل حاجة. كوبايتين منه مية على نص كيلو الدقيق. معذرة كده إن صوتي أصلا تعبان خالص. نعجن كده لحد ما العجينة تتملك معايا كويس. شايفين كده. هنكمل كده عجن اللي معانا في العجينة بتاعتنا دي على الرخامة، محتاجة تتعجن شوية. اهو هناخدها كده على الرخامة رايح جاي كده لحد ما تتملك كويس. أهم حاجة العجينة كده بتاعتنا تكون فيها تلزيقة خفيفة خالص كده، ما تكونش جامدة ولا ملزقة خالص. تكون التلزيقة بتاعتها خفيفة جدا. شايفين طرية ازاي؟ طرية جدا. شايفين؟ بس كده. هو ده اللي أنا محتاجاه. شايفين التلزيق؟ أهو تلزيقة خفيفة خالص. وده قوام العجينة اللي أنا محتاجاه. هجيب صينية كده مدهونة بحس من الزيت، هدهنها من فوق ومن تحت، وهحط فيها العجينة وامشي عليها كده شوية من الزيت من فوق علشان ترتاح نص ساعة كده. كل ما العجينة ترتاح أكتر كل ما هتدينا فرصة إن احنا تتفرد أكتر وتبقى جميلة جدا كده ومورقة. فاحنا هنسيبها كده النص ساعة دول ترتاح، وبعد كده هنقطعها ونريحها تاني برضه. هنا كانت بعد نص ساعة. عايزة أوريكم بس العجينة هتتمط ازاي بسهولة. شايفين؟ تتفرد بكل سهولة. يعني كل ما ترتاح أكتر كل ما هتخليها تتفرد معاكي بسهولة أكتر. وأهم حاجة نغطيها علشان ما تعملهاش قشرة. هنقطع كده قطع متساوية. أهو عمل معايا 5 كور كده حلوين. أنا هوريكم هنا الطريقتين. في طريقة إن انت تعملي فطيرة واحدة من عجينة واحدة، وفي تحطي عجينتين في بعض. أنا هوريكم دي وهوريكم دي. تمام كده. هكورهم كده حلو، وبرضو هدهنهم بالزيت بين كل واحدة والتانية علشان أسيبها ترتاح برضو يعني 15 20 دقيقة كده. زي ما قلت لكم كل ما هتحتاج انها يعني ترتاح اكتر كل ما هتديكوا نتيجه ممتازه. شايفين ادينا اهو لما عملته. تمام بس كده. ادهنها كده بالزيت بينهم وبين بعض كده، وهسيبها ترتاح برضو زي ما قلت لكم 15 ل 20 دقيقه. اهم حاجه نغطيها ما نسيبهاش تنشف. اهو انا بوريكم ان انا بحط لها الزيت من كل الاجناب عشان ما تلزقش من بعض. هي كده كده ما فيهاش خميره اصلا فمش هتلزق يعني جامد، يعني هتلاقيها تلزيقه خفيفه خالص كده، مش هتزيد يعني. فهي ما عليها ان هي ترتاح بس. هنا بعد ما كانت ارتاحت خلاص. أنا طبعا مسرع لكم الفيديو علشان ما ياخدش وقت معاكم. شايفين؟
مجرد ما بدوس عليها كده علشان هي مرتاحة، ف اهو بتتفرد بسهولة، حتى من غير نشابة ولا حاجة. بس انا هجرب لكم بالنشابة لانها مش هتنفع قوي في الفطيرة دي يعني. هتفردي بايدك اسهل. حط شوية زيت على الرخامة كده وزيت من فوق. هديكي بالنشابة كده هتبقى سهلة في الفرد، لكن برضه مش هتبقى زي ايدك، اسهل واسرع. شايفين بتتفرد بسهولة ازاي معايا، من غير اي يعني مجهود ولا تعب. هو بايد، وما نخافش خالص لو اتقطعت مننا حتة يعني، ما نخافش، كده كده هي اصلا طبقات فهتتدارى في بعضها يعني. شايفين الفرد بسهولة ازاي. تخليها هتتفرد اكتر. لو حسيتيها بتلم معاكي شوية ممكن تسيبيها ترتاح شوية، وهتلاقيها كده فردت معاكي. اهو بتتفرد خالص كده. قطعت حتة صغننة كده مش مشكلة يعني، يعني مش هتعمل حاجة معاكم. هنا الحشو بتاعي كان طماطم، ونشيل طبعا القلب بتاعها، وشوية من الفلفل والزيتون. واكيد طبعا هحط عليها ميكس جبن علشان انا مش هحشيها بحاجة يعني تاني، فميكس الجبن بيكفي. بيدي يعني طعم كده ونكهة حلوة، مش زي الجبنة موتزاريلا بس. تحس ان انتي اصلا حاشية حاجة تاني. حط كده شوية زيتون. الحشو ده تزوديه وتقلليه على حسب راحتك. انا اولادي ما بيحبوش قوي، فانا حطيت كده شويه يعني صغيرين مش كتار خالص. طبعا بحب الجبنه هي اللي كتيره. حطيت شويه كده من الجبنه. وهنطبق، هناخد اول ناحيه وبعد كده التانيه، وبعد كده يمين، وبعد كده شمال. هنفرد كده برضو، ما نسيبش كده الطبقات مستمتعه، وهنفردها لتحت كده شويه، هنلم الاطراف كده لتحت اهو. ودي كانت اول فطيره معانا بس كده. اهو هنحطها هنا في الصينيه ندهنها، علشان هي دي اللي هسيبها ترتاح عليها شوية برضه. وهسيبها بعد كده علشان افردها عليها بعد ما ترتاح. هفردها دلوقتي، هديها ضغطة كده خفيفة، بس هسيبها ترتاح شوية علشان اقدر افردها بعد كده. هنعمل هنا الفطيرة التانية خلاص. كل ما الفطيرة ترتاح اكتر، شايفين بتتفرد بسهولة جدا. هتفرد معاكم بسهولة، مش هتحسوا بيها. دي بعد ما كانت اتفردت برضه ما نقلقش خالص لو اتقطعت حتة مننا يعني، مش قضية، مش مشكلة. كده كده هتتلم زي ما احنا قلنا. شايفين صوابع باينة كده من تحت العجينة، مورقة كده وجميلة جدا. بجد الطريقة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة وسريعة جدا. أنا طبعا حطيت منها شوية على الفرن، في الفرن وشوية على الطاسة، علشان أوريكم إن الاتنين التسوية بتاعتهم حلوة خالص يعني. أهم حاجة فوق البوتاجاز، لو بتعمليها على البوتاجاز كده في الطاسة تبقى طاسة غير لاصقة. لكن في الفرن عادي في صينية ألمونيوم، بس تدهني طبعا الصينية كويس عشان ما تلزقش منك علشان الجبنة. فدي أهم حاجة، أهم تركات كده في الفطير بتاعنا. شايفين بنلم الأطراف كده عشان ميبقاش من فوق. على فكرة دي أنا في طرفين حطيتهم في بعض، بس أنا مش عارفة ليه هو الفيديو ما جابهاش، هعمل واحدة تانية. دي واحدة فردتها أهو، وكنت واحدة عاملاها الأول أهي. أنا هحطها لكم جوا بعض علشان حسيت إن الفطيرة دي صغيرة، فأنا حابة إيه أكبرها وأديها حجم أكبر شوية وتدي طبقات أكتر. فأهو شايفين. ننزل كده الأطراف دي كده من تحت، وهسيبها ترتاح برضو علشان شايفين كده، علشان ما تلزقش مني من تحت. هنا هبتدي افرد الفطيره بتاعتي. طبعا الصينيه كبيره على الفطيره، فانا مش مشكله عندي يعني، خلاص انا هفرد على قد ما هتتفرد معايا. ما سيبيهاش رهيفه جدا ولا تخينه، علشان لو تخينه هتبقى كده متكتله كده من جوه. لو رهيفه خالص هتبقى ما فيهاش لبه زي ما احنا بنقول، او ما فيهاش حاجه تاكليها، هتبقى ناشفه. فانت تخليها سمك متوسط، بحيث ان انت تقدري تلاقي فيها طبقات وتلاقي فيها حاجه. هنا كانت بعد خلاص ما استوت في الفرن،
واللي في الطاسة هوريها لكم برضو بعدها. شايفين مكان الجبنة اسودت من تحت كده، فاحنا نخلي بالنا ان احنا ندهنها كويس، يعني نبطنها زي ما بنقول. هنقطعها هنا. شايفين مقرمشة، مقرمشة من بره وطرية من جوه، بس معلش معذرة ان الصوت طبعا مش مظهرش معايا. هنقطعها هنا كده بسكينة. دي الفطيرة التانية. مقرمش من بره وطري وهش من جوه. شايفين عامل ازاي؟ شايفين الجمال والطبقات؟ يعني مش عارفة اقول لكم ايه من كتر القرمشة والطراوة في نفس الوقت. ميكس جبن كده والفلفل والطماطم كده، ويا سلام لو حطيت لها بقى اي حاجة كده تانية، فراخ او لحمة او اي حاجة موجودة عندك، بسطرمة، اي حاجة موجودة عندك، هيبقى طعمها جميل جدا. دي الفطيرة اللي هي على النار برضو اهو. تمام. شايفين؟ دي كان الفطير الشرقي بتاعنا. لو وصلتوا لحد هنا في قناتي، تابعوني، لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات اذا كان عجبتكم الوصفة ولا لا. شايفين التوريقة والطبقات والجبنة بتمط ازاي وشكلها جميل جدا. دي كانت بردت شوية يا جماعة والله، وانتم تشوفوها كمان هي خارجة كده من الفرن كده، جميلة جدا. شايفين جمال الطبقات والطعم؟ طرية خالص من جوه كده وجميلة جدا، مدية طراوة، ومن بره قرمشة. ميكس كده رهيب رهيب جدا. شايفين الحشو بتاعنا في كل مكان اهو، وبوريكم الطبقات بتاعتها. لو حابة تحطي لها جبن من فوق او اي حاجة كده من فوق، عادي حطي لها. ده كان الشكل النهائي والطعم جميل جدا. تمام كده. كده وصلنا معاكم لآخر الفيديو. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في الاشتراك واللايك، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وإن شاء الله كده استنوني في فيديو تاني هعمل لكم وصفة تانية. تابعوني.